قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى بعض الخروجات فكان يقرع بين نسائه، فأقرع في ذات مرة فوقعت القرعة على عائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. خرجت عائشة وحفصة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالليل جاء إلى جمل عائشة فوقف عنده، ثم سلم ونادى، ثم أخذ يتناول ويتجاذب أطراف الحديث مع عائشة مساء وقتا، يقضي معها وقتا يعني ويتحدث معها. فذات ليلة قالت حفصة بنت عمر: يا عائشة، ألا تركبين بعيري وأركب أنا بعيرك؟ ثم تنظر إحدانا، يعني إيه رأيك أنت يا عائشة، تعالي اركبي البعير بتاعي، الجمل يعني بتاعها، وأنا أركب البعير بتاعك اللي هو الجمل، وكل واحدة تشوف جمل التاني عمل إيه والوضع إيه عامل إيه كنوع من أنواع التغيير. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: فوافقت. فلما ركبت حفصة على بعير عائشة وركبت عائشة على بعير حفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعير حفصة من بعير عائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل إلى بعير حفصة، إلى بعير عائشة وعليه حفصة، هو ما يعرفش بقى، فقال: السلام عليكم، فردت قال: أنا حفصة يا رسول الله. فتحدث معها النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا. السيدة عائشة من شدة الغيرة بكت، فلما نزلت منزلا وضعت رجلها في الإذخر اللي هو الحشيش يعني والحاجات دي اللي في الزراعة في الأرض، وقالت: لتلدغني عقرب أو لتلدغني حية، رسولك يا رب ولا أدري ما أصنع معه. ده رسولك، وحد يقول للنبي حاجة ولا حد يقدر يقول للنبي حاجة؟ ما اقدرش أقول له حاجة. يعني كأنها السيدة عائشة يعني تشكو حالها إلى الله سبحانه وتعالى.